السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد على قناتي قطو دارنا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنرحب بالناس الجداد والناس القدام حتى هما. اليوم غنصاوب معكم واحد الحليوه غنيه عن التعريف، كتكون في جميع الاعياد: الكوك والسميده اولا معلكه ديال الكوك. غادي نحتاج لها قريصه ديال الملحه ضروريه، 3 ديال البيضات، 250 غرام ديال الكوك نوعيه جيده، 200 غرام ديال السكر سنيده، 250 غرام ديال السميد الخاص بالحلويات اولا سميده رقيقه اللي كنديروا الحرشه بها، معروفه عندنا في المغرب. عندي معلقه بومبي ديال الكونفيتور الخاص بالحلويات اولا مربى المشمش الخاص بالحلويات اللي ما كيكونوش فيه القطع، كيس من سكر فانيلا منسم زهره البرتقال، وكيس من خميره الحلويات. وعندي كأس ديال الزيت النباتيه اللي نسيتها انايا، حتى غنسالي الحلوه ديالي. غنبغي نصاوب واحد الكيكه وغادي نشوف الزيت وغنتفكر انني ما درتش الزيت في الحلوه. الحمد لله انني تفكرت قبل ما نبدا نكورها ونحطها في اللاطه وندخلها الطيب. صافي غنزيدو من بعد وراه ما غادي يوقع حتى حاجه للحلوه. هنا غادي نخدم هذاك السكر والبيض وكيس ديال الفاني وقريصه ديال الملحه مزيان مزيان مزيان. غادي نضيف ليهم واحد الملعقه كبيره ديال مربى المشمش الخاص بالحلويات، ملعقه كبيره تكون عامره مزيان. هاد الكونفيتور هذا ولا المربى كيعطينا تعليكه للحليوه ديالنا. وهاد الحلوه ديال الكوكو السميده غير خدموها مزيان، يعني عجنوها دلكوها، راه كتزيد زيان. بالعكس عكس الحلويات الاخرين اللي كيخصنا نخدموهم غير كنصابليوهم، الغريبات كاملين كيبغيو انهم يتعجنوا يدلكوا باش ديك المكونات كتدخل مع بعضياتها وكيتعلكوا. صافي هنا في هذه المرحله هذه غادي نضيف السميده وغادي نضيف ليها حتى داك الكيس ديال الخميره ديال الحلويات، وغادي نبدا كنعجن فيها، كندخل ديك الشيء مع بعضياته حتى كنتحصل على واحد القوام اللي كيكون معلك. وما نكذبش عليكم، انا كنخدم فيها وتتبان لي بانها ناقصه شي حاجه، تنقول شنو ناقصه. جيت غنصاوب واحد الكيك وانا نتفكر انني ما درتش الزيت. اون فوا شفت الزيت وشفت الكاس محطوط لقيتو ناشف، عرفت راسي انني طبست لها العين، ولكن الحمد لله راني زدت داك الكاس ديال الزيت وما وقع حتى شي حاجه. الغريبه ديالي جات مزيانه، ما فيهاش حتى شي مشكل، جات مشقه، جات غزاله كتحمق، والمذاق يا سلام. هنا نورمالمون انا خليتها كترتاح واحد 10 دقائق باش نجي نكورها، وغادي نزيد ليها الزيت في هذه المرحله هذه، وغادي نعاود ندلكها من الاول وجديد، وغادي نخليها 10 ديال الدقائق. الخليط ديال المعلكه ديال الكوك والسميده كنخليوه شويه، يعني هكايا ماشي كنخليوه شويه مطلوق، من بعد كنخليو لانه السميده والكوك كيتشربوا، كنخليوهم يتشربوا 10 ديال الدقائق. بيد ما وجدنا السكر اللي غادي نمرمدو فيه الحلوه ديالنا، وكنوجدوا السنيوه ديالنا كنديروا فيها ورق الطبخ ضروري ومؤكد، عاد باش كنرجع كنكورها. هنا خديت الميزان باش نوريكم، انا كندير فيها 26 غرام اولا 24 غرام. المهم غادي نوريكم 26 غرام، راه تتجي تبارك الله هماويه وزوينه ومشققه، داكشي اللي غتبغيو. وحتى 24 غرام كتجي متوسطه وزوينه حتى هي. شوفوا كنوريكم بانه لا تيكستور ديالها ما كتكونش ناشفه، الا نشفتوها راه غادي تجيكم يعني ما غاديش تشقق ليكم، غادي تبقى هكاياك بحال مدقسه. هذا هو السر ديال المعلكه ديال الكوكو السميده. بالنسبه السميده قلت لكم 250 غرام، ولكن راني زدت واحد جوج ديال المعلقات، يعني غتعبروا 250 غرام. ومنين تتعجنوا وتتساليو كتاكدوا من القوام ديال المعلكه ديالكم اولا ديال الغريبه ديالكم، وكتزيدوا معلقه وجوج ماكسيموم. هذا الشيء اللي كاين. صافي من بعد ما كنكور واحد الكميه كنزلها في سكر كلاصي سبيسيال. اللي ما عندهاش سكر كلاصي سبيسيال غطحني السكر مزيان مزيان مزيان، واحد القياس ديال 4 هكاك، غديري فيه واحد جوج ديال معالق بومبي ديال النشا، وكتغربلو وتعاودوا، وكتضيفوا ليه واحد المعلقه ديال خميره الحلويات، وكتبقاو تغربلو جوج مرات وثلاثه باش كتحصلوا على سكر كلاصي سبيسيال. سينو السكر كلاصي سبيسيال اللي خدمت به هو رميسه، ما بقاش عندي لومبالاج، انا دايره في واحد القريعه، ولكن راه موجود الكيلو ديالو داير واحد 12 درهم اولا 13 درهم ماكسيموم. صافي غادي نستمر بنفس الكميه، وكنزل في اللاطه اللي ضروري يكون فيها ورق الطبخ. وبالنسبه للعبارات البنات اللي ما عندهمش الميزان فغتعبروا بالزلافه. الزلافه حنا كنعرفوها انها تتهز 250 غرام، ونص زلافه ديال السكر اللي هي 200 غرام. هذا الشيء اللي كاين، ماشي نص زلافه، نص زلافه
فوق شي شويه. صافي من بعد ما كنزلها في لاطا كنضغط عليها بالصبع ديالي في الوسط باش كتخرج لينا على هذا الشكل هذا. راه واخا نسيت ليها الزيت راه جات فنه وتتحمق. هادو اللي درت فيهم 24 غرام جا القياس ديالهم هكاياك، واخرين اللي في البلاطو درت فيهم 26 غرام كيجيو هكا هماويين في الحطه حتى هما. كتجي معلكه ولذيذه. كنتمنى ان وصفاتي يكونوا كيعجبوكم. اللي اول مره كيشوف القناه كنقول ليه اشترك وفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد ديالي. شوفوا كيفاش كطيب. كنشعل عليها من الفوق هو الاول حتى كتبدا تشق، عاد كنشعل عليها لتحت. انا عندي فران كهربائي كنطيبها على 170 درجه، والفران كيكون سخون من قبل من طبيعه الحال. هادشي اللي كاين. وشوفوا معايا التعليكه كتجي معلكه معلكه معلكه. ضروري ما غادي نقسم لكم شي وحيده باش تشوفوا كيف القاعده طريق الشكل ديالها كتجي معلكه. نسيت في الفيديو اللي قبل ما وريتكمش الحلوه كي جات من الداخل، ولكن حتى هذيك الحلوه راه هي جات زوينه. هادشي اللي كاين. ما تنساونيش من اللايكات والبارطاج مع اصحابكم وحبابكم باش تزيد تكبر القناه والبصمه. السلام عليكم.